برج العذراء عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومزاج رايق. النهارده هنتكلم عن اهم التوقعات للفترة اللي تخص الاسبوع الثالث من شهر اغسطس 2025. الفترة دي من يوم 16 لحد يوم 22، وهقولك ايه التأثيرات الفلكية اللي موجودة عليك وازاي تتعامل معاها. اول حاجة، الشمس في برج الاسد وعطارد كمان في الاسد وماشي بحركة امامية، والمريخ موجود في الميزان، والزهرة والمشتري قاعدين في برج السرطان. طيب ده معناه ايه بالنسبة لك؟ في أيام في الأسبوع دي هتبقى لطيفة وحلوة عليك، وفي أيام لازم تخلي بالك منها جامد. اليوم الحلو الأول هو يوم 16، القمر لسه في برج الثور، وده بيخلي أحلامك وإحساسك عاليين جدا، وكتير منهم بيطلعوا صح. فخلي بالك كويس من أحلامك، يمكن يكون فيها رسائل أو إشارات لطريقك أو لحقيقة حاجة أنت محتار فيها. كمان هتحس بروحانيات عالية، وكأنك في طاقة إيمانية قوية، قلبك مطمن وحاسس إن الخير جاي، حتى لو مش عارف هيجيلك منين. اليومين الحلوين بقى التانيين هما يوم 19 و20، هنا القمر هيكون في برج السرطان ومع الزهرة والمشتري، وده معناه أجواء ساحرة في العلاقات. هتحس إنك قريب من الناس، هيكون في مصالحات وود وتواصل اجتماعي ممتع. ممكن كمان تحس إنك بتخرج من أزمة أو مشكلة، ومع ذلك هتفضل العين عليك. فخلي بالك يا عذراء، بس الطاقة دي هتكون قوية وداعمة، وفي ناس هيتكلموا عنك بالخير. اليومين دول ممتازين لأي اجتماعات أو قرارات مهمة. أما الأيام اللي لازم تخلي بالك منها فهي يوم 21 و22، هنا القمر بقى هيكون في الأسد ومعاه عطارد والشمس، وهنا التسرع هيبقى العدو الأول. ممكن تتسرع في قرارات أو تدخل في مشادات أو خلافات قانونية أو مالية. كمان في خطر إنك تقول أسرارك أو تثق في أشخاص مش مضمونين، فخليك حذر. حتى في المشاعر ما تعلنهاش بسرعة، حصن نفسك من الطاقة السلبية والحسد. بالنسبة للشغل فلسه عندك حيرة وبتفكر ازاي تطور نفسك أو مشروعك. ممكن يكون في عرض جديد أو فكرة شغل جديدة، بس أنصحك بقى يا عذراء إنك تأجل أي قرار مهم لحد بعد يوم 24 أو حتى بعد 2 سبتمبر، لأن وقتها قراراتك هتبقى أوضح وأصح. بالنسبة لأصدقاء الشغل بقى فهيكون في شوية ناس كده مش كويسين بيقعوا بينك وبين غيرك، أو بيتكلموا على الناس من وراهم. القاعدة بسيطة، اللي بيتكلم على حد قدامك أكيد بيتكلم عليك من وراك، فخلي بالك وابعد عن الناس دي، وركز مع الأصحاب الجدعان اللي بيحبوك بجد. أما على المستوى القانوني والمالي فممكن تكون منتظر أوراق أو عقود أو قرارات مهمة، انت متابع كويس ومش عايز مشاكل، وبتدور على حلول ودية تحافظ على حقك. لكن في إحساس برغبة في الانتقام من حد ظلمك أو وجعك، وده طبيعي جدا، بس حاول ما تدخلش في دوامة سلبية، خاصة يوم 21 و22. أما في العلاقات فلو انت منفصل ممكن تكون بتفكر في عودة الماضي، أو حتى في إن الشخص اللي وجعك ده يرجع يعتذر أو يندم. إحساسك بالرغبة في رد الاعتبار هيكون قوي الفترة دي. وفي النهاية يا برج العذراء، الأسبوع ده فيه أيام حلوة وأيام محتاجة حذر، فاستغل الأيام الحلوة وحافظ على هدوءك في الأيام الصعبة. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله. ودلوقتي هقول لكم باي باي يا برج العذراء.